صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده مع بعض حاجه حلوه بدون فرن، سريعه وسهله، وكمان مكوناتها موجوده في كل بيت. بس قبل ما ابتدي الفيديو انا اماني، ما تنسوش تشتركوا في قناتي ويلا بينا نبتدي. الاول هندوب السكر والميه مع بعض كده على النار. هحط كوبايه ميه وهحط عليها كوبايه سكر، ومن غير تقليب هسيبها لحد ما تغلي. مجرد ما تغلي هشيلها من على النار. خلاص كده هركنها بقى على جنب. بعد كده هجيب طاسة، هحط فيها معلقتين كبار سمنة أو زبدة، وهحط عليهم كوباية سميد. السميد اللي هو دي البسبوسة، وهفضل أقلب كده كويس جدا لحد ما السميد يتحمر وياخد لون دهبي، ونخلي بالنا عشان ما يتحرقش مننا. بعد ما خد لون بالشكل ده هضيف عليه الخليط بتاع المية والسكر اللي أنا عملته، واحدة واحدة كده بالتدريج علشان ما يطرطش علينا. وبعد كده هضيف كوباية لبن. طبعا هفضل أقلب كويس جدا لحد ما السميد يتشرب السوائل كلها. هنفضل نقلب نقلب لحد ما يتشرب زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص شايفين هو ده القوام المظبوط. بعد كده هطفي عليه النار على طول، وهحطه بقى في اي صينية، او ممكن كمان تحطوه في اطباق صغيرة او كاسات. هساوي كده السطح بتاعه، وادخله التلاجة علشان يتماسك لحد ما اجهز الطبقة التانية. الطبقة التانية كوبايتين لبن، هنحط عليهم ربع كوباية سكر وربع كوباية نشا ومعلقة كبيرة دقيق. هنقلبهم على البارد الأول، وبعد كده هنشغل عليهم النار، ونفضل نضربهم كويس جدا لحد ما يبتدي الخليط يتقل. هنضيف كمان الفانيليا، وهقلب تاني بالشكل ده كده. وأول ما الخليط بدأ يتقل معايا هضيف نص كوباية قشطة. تقلبتين كمان وخلاص كده هو ابتدى يتقل معايا، هطفي عليه على طول. بعد كده هصبها على الطبقة بتاعة السميد، وهدخلها تاني التلاجة. بعد حوالي ساعة طلعتها، واهو شكلها شايفين الطبقات بتاعتها عاملة ازاي. هتزينوها بقى بأي حاجة متوفرة عندكم في البيت، مكسرات، شوكولاتة، أي حاجة، وبالهنا والشفا.